ساعتها ليو وين تاو لف له بابتسامة عريضة فيها شقاوة وأشار له بإيده وقال له إنه عامل خطة جامدة جدا، أهم حدث في حياة أي طالب في الجامعة، لقاء اجتماعي بين سكن البنات وسكن الولاد. المكان كان متجهز بترابيزة مليانة أكل وحلويات مخصوصة للتجمع. ليو قرب من شو اللي كان قاعد على الترابيزة وقال له بحماس إنه بقى مشهور جدا، وشرح له إنه نزل إعلان في منتدى الجامعة يدعو الناس للقاء الاجتماعي ده. وقال له كمان إن أكتر من 100 شخص سجلوا وإنه تعب وهو بيختار مين يعزمهم. شو ابتسم وقال له إنه فعلا مجتهد، وسأله طب اخترت مين في الآخر؟ ليو تاو قال له بمزاح لسه سر، هتعرف دلوقتي. وفجأة شاف الضيوف جايين وناداهم. جم بنتين شباب، واحدة لابسة نضارة قدمت نفسها وقالت اسمها شي، وهي الضيفة اللي اتعزمت. وصاحبتها بنت شعرها غامق قالت إن اسمها سونج، وهي زميلتها في الأوضة. ليو وين تاو قدمهم بفخر لشو وبدأ يمدح قدراتهم. شرح إن شي عندها قدرة من نوع الوحوش من الفئة A، أما سونج فهي مستخدمة من المستوى الأول العالي وقدرتها من عنصر النور فئة A برضو، وكمان كانت الأولى على مقاطعتها. شو قدم نفسه بأدب، وأول ما سونج سمعت اسمه ملامحها اتغيرت وبان عليها المفاجأة. سألته فوراً لو يحب يعمل معاها نزال تدريب، وقالت له يختار هو الوقت والمكان. صاحبتها شي قالت لها إنها مهووسة بالقتال وافتكرتهم جايين عشان يتعرفوا مش يتخانقوا. سونج اعترفت إن السبب الرئيسي إنها جت هو إنها كانت عايزة فرصة تتقاتل مع شو تدخل بلطف وهدى الجو ودعاهم يقعدوا. ليو وضح إن الخطة بسيطة، إنهم يتبسطوا شوية، ياكلوا ويخرجوا يتفسحوا سوا. وفعلا خرجوا يقضوا الليلة في شارع هاي هاي التجاري المليان حياة وضوضاء. سون كانت بص على الأبراج العالية بانبهار وهي بتقول إن المدينة عظيمة جدا. وهم ماشيين شي وقفت تبص على الباترينات اللي فيها لبس، بينما شو كان ملاحظ المحلات اللي بتبيع معدات متطورة للي عندهم قدرات خارقة، حتى أسلحة فئة ليه. بص على عرض سيوف وإكسير وقال لنفسه إن المركز التجاري ده عنده معدات أكتر بكتير من اللي في بلدته جانج تشين. المجموعة كملت نزهتها وهم بيجربوا أكل الشارع سوا، وبعد كده دخلوا محل ملابس. وأثناء ما البنات بيقيسوا اللبس، شو عرض ياخد شنطة سونج يشيلها عنها، ولما أخدها إيديهم لمست بعض في لحظة قصيرة. بعدها فضل شو جينج مينج يبص عليهم وهم ماشيين قدامه بيتفرجوا على عرض مجوهرات. وفي نهاية اليوم شو كان شايل عدد كبير من الشنط، ومتفاجئ إنهم صرفوا ملايين في ساعات قليلة. ليو تاو علق وهو بيضحك وقال إن رغم إن سونج شكلها بسيط، بس واضح إنها بنت غنية جدا. وشو استغرب، فليو تاو قرب منه وقال له بهمس إن عيلتها كمان وراها نفوذ كبيرة جدا. وفجأة شي نادت عليهم يسونج عشان يساعدوها يشيلوا آخر شنطة، وسونج قالت ممكن خلاص كده كفاية ولازم نرجع. الليلة خلصت لما شو وليو تاو وصلوا البنات لحد الفيلا الفخيمة بتاعتهم. سونج قالت إنهم انبسطوا جدا. شو وليو وضعوا هم داخلين البيت، بس قبل ما تمشي سونج وقفت وبصت على شو بنظرة جد، وقالت لها إنها كانت جد في كلامها قبل كده وإنها فعلا هتتحداه في مزار رسمي في المستقبل. الكلام ده فاجئ شو شوية، بس بسرعة ابتسم وقال لها بثقة إنه مستني التحدي ده بفارغ الصبر. سونج ابتسمت برضه وراحت داخلين البيت. أول ما دخلوا الفيلا، تشي دونغ شاه بدأت تهيص وتهزر مع صاحبتها، وقالت لها إنها أول مرة تشوف سونج تشو تشو بتبتسم كده لأي ولد من ساعة ما دخلوا الجامعة، وشو جينج مينج هو الاستثناء الوحيد. ضحكت وقالت واضح إن كان قرار ممتاز إن أجيبك معاها النهاردة. سونج تشو تشو ردت عليها بهدوء وقالت السبب في إنها دايما باينة باردة ومش بتتعامل مع الناس كتير. شرحت إن قدرتها من عنصر النور فئة إيه بتخليها تقدر تحس بأفكار الناس الداخلية، وده معناه إنها طول الوقت بتسمع النوايا الغلط والمش كويسة اللي في عقول الولاد اللي حواليها، وقالت إن ده بيخليها مش قادرة تتعامل معاهم براحة. بس وضحت إن شو جينج مينج كان مختلف، قدرتها ورت لها إنه مفيش عنده أي نية سيئة، كل اللي كان جواه مجرد تقدير واحترام. وقالت بتفكير عميق هو فعلا مختلف عن الباقيين، مميز جدا. تشي دونغ شا بصت لها بخبص وقالت وهي بتضحك أها، يعني الآنسة سونج وقعت في الحب. وسونج وشها احمر وقالت لها تسكت وهي متوترة. وفي نفس الوقت شو جينج مينج وليو وين تاو كانوا راجعين السكن ماشيين في الشارع بالليل. ليو تاو اتنفس براحة وقال جميل الواحد يغير جو شوية من وقت للتاني، وشو جينج مينج وافقه، بس كان سرحان في التفكير. كان بيفكر في سونج تشو تشو ومستواها العالي، وحس إنه لسه الطريق قدامه طويل جدا.
الإحساس ده خلاه متحمس أكتر إنه يشتغل على نفسه ويقوى. بعد 15 يوم شو جينج مينج كان قاعد بيتأمل في أوضة التدريب، ولما حس إنه جاهز قال لنفسه الوقت جه يا نظام ديب بلو، استخدم النقط ورقيني للمستوى اللي بعده. فجأة طاقة بنفسجية قوية انفجرت من جسمه وبرق وصواعق حوالينه، وصوت النظام بيعلن إنه داخل على ترقية مزدوجة من المستوى المتوسط للمستوى العالي من الفئة الأولى، وفي نفس الوقت بترتقي تقنية جسد الرعد الذي لا يدمر للمستوى الثاني. بعد ما الطاقة هديت شو جينج مينج قعد يتأمل في التغيير اللي حصل له. لاحظ إن القوة زادت بشكل واضح، والمستوى الثاني من التقنية بيركز على تقوية العظم والعضلات. فتح كتيب التدريب واكتشف إن لما يوصل للمستوى الثالث هيفتح قدرة اسمها حالة الرعد القصوى، اللي بتدي زيادة مؤقتة لكنها ضخمة في القوة والسرعة. بعدها فتح لوحة النظام عشان يشوف حالته الجديدة. انبسط من التطور، بس اتضايق شوية لما شاف إن عنده 62 نقطة بس مش كفاية للترقية الجاية. قال لنفسه واضح إن لازم أطلب إذن وأسافر للبرية أصطاد وحوش وأجمع نقط أكتر. بعدها راح بيت معلمه العم يانج جين تيان، وأول ما شافه المعلم اتفاجئ وقال له هو أنت اخترقت المستوى تاني؟ شو جينج مينج رد بهدوء وقال له أيوة يا معلمي، حصل امبارح بالليل، كمان جسد الرعد وصل للمستوى التاني. المعلم كان مذهول من جوه، بيفكر إزاي تلميذه بيتكلم عن اختراقات صعبة كأنها حاجة بسيطة، وقال في نفسه بقدرة من فئة اس وإصرار زي ده مفيش حاجة مش هيقدر عليها. وقتها التلميذ الكبير ليو مينج قال وهو بيضحك الأخ الصغير ده وحش فعلا، أنا خدت نص سنة عشان نعمل اللي هو عمله. المعلم قال له إن الترقية مهمة بس لازم ما يهملش التدريب العملي، وعشان يختبر قوته الجديدة اقترح عليه نزال مع أخوه الكبير ليو مينج، وشو جينج مينج وافق بحماس. دخلوا قاعة التدريب. ليو مينج قال له هقلل قوتي لمستوى الفئة التانية الضعيفة وانت قاتلني بكامل قوتك. بدأ العد التنازلي وبعدين اشتبكوا. الرمحين اصطدموا في النص بانفجار ضخم من طاقة بنفسجية وخضراء. القوة كانت رهيبة، حتى ليو مينج اتفاجئ من شدتها. فكر في نفسه قوة الأخ الصغير بقت مرعبة تقريبا زي قوتي دلوقتي. شو جينج مينج كان ملفوف ببرق بنفسجي وحاسس بالحماس لأول مرة من ساعة ما حصل على النظام. قرر يهاجم بقوة، جمع طاقة البرق في كفه وأطلق تقنية سجن الرعد. كورة كهرباء ضخمة طارت ناحيته وليو مينج اضطر يدافع بسرعة، بس قبل ما يلحق شو جينج مينج قفز وهاجم تاني برماح من البرق زي سلسلة مدافع رعدية. ليو مينج ابتسم وقال دي نفس الضربة اللي هزمت بيها ليو جوه، بس أنا مش طالب مبتدئ يا شو. جمع طاقته هو كمان وأطلق هجوم مضاد رهيب اسمه الرعد الحقيقي اليوجامي. بعد 20 دقيقة من القتال العنيف شو جينج مينج كان مرهق جدا، واقف متكي على رمحه وقال خلاص طاقتي السماوية خلصت، أنا خسرت. بس ليو مينج قال له لا انت ما خسرتش عشان ضعف مهارة، انت بس خلصت طاقتك قبل مني. ساعتها المعلم دخل وقال بإعجاب قتال رائع، كنت فاكر ليو مينج هيكسب بسهولة بس كنتوا متكافئين جدا، المعركة دي اتحددت بالإرهاق مش بالقوة. ليو مينج بص لأخوه وقال له بابتسامة عارف قوتك وصلت لإيه دلوقتي؟ انت بقيت لا تهزم في الفئة التانية. الكلام ده خلى شو جينج مينج يقف ساكت بيفكر بعزيمة. بعد ما خلص التدريب المعلم أعلن انتهاء اليوم، وعم فوق دخل بصينية فيها فواكه روحية للتعافي. استغل شو جينج مينج الفرصة وقال لمعلمه يا معلمي أنا ناوي أطلب إذن أسافر البرية فترة. المعلم اتفاجئ وقال له قد إيه ناوي تقعد هناك؟ قال له تقريبا شهر وهرجع قبل مسابقة المستجدين. المعلم وشه اتغير وقال له بجدية البرية مش زي ميادين الاختبارات، هناك في خطر حقيقي، مفيش جيش يحميك والوحوش هناك مليها نمط واضح، ممكن تقابل مخلوق من مستوى عالي في أي لحظة، الإقامة هناك شهر كامل مخاطرة. بس لما شاف الإصرار في عينه قال له بهدوء لو ده قرارك مش همنعك، بس اسمع نصيحتي، لو لقيت الوضع خطر اهرب فورا ما تتهورش. وقال له ان طريق القوة مليان تجارب حياة وموت، وطالما هو عنده الطموح ده مش هيقف في وشه. شو جينج مينج انحنى ليه باحترامه وقال له شكرا يا معلمي على ثقتك. المعلم سأله هتروح انهي منطقة في البرية؟ فقال له هو بياخد فاكهة روحية من ليو مينج هروح البرية القريبة من مدينة يوانشي،